بسم الله الرحمن الرحيم. علم الحديث دراية، من علم الحديث رواية. ما بقول قالت هون تعرفها أزبركي ملايين نعم. شابوك جاي استفادة بكي قالت هنا أزبركي قالت نعم. شعري أزبركي. درسان. قالت هنا أزبركي خشك أزبركي. درسان. قالت بخيني بخيني وقالت الناس علم الحديث رواية قالت بيجي مسألة تعريفها وين نعم. تعريف علم الحديث رواية قالت أزبركي وأنت تعرفها نعم. قالت مثلا أنا دراية بيجي قالت أزبركي. نعم. جت علم الحديث من حيث الدراية دراية كده تمييز. نعم. هو علم يعرف به حقيقة الرواية، الباقي تناس كتب حقيقة روايته. نعم. وتدي ما يقول رواية يعني رواية أقوال النبي، أفعال النبي، تقريراته، يا صفاته الخلقية والخلقية نعم. يدخل سري معنى حديث يعني يمكن. وجاء بداية شيء علم يعرف به حقيقة الرواية. قلت أو كان تعريفات كثيرة ده تدريب الراوي شرحة تقريبية، تدريب السيوطية تقريبا إمام نووية نعم. درجة تجاه. يعني بلكي دي أصول داش أنا كتابي أوي كتابي فري. نعم. وكان مثلا أنا كنوي تعريفي بأساس دبي معرفة الراوي والمروي. علم الحديث دراية بأوقع بس معرفة الراوي والمروي، إذا تم معرفة الراوي صاب سندة ومروي إذا تم حديثه. نعم. يعني هو كنت كان حب عوض بجاز مركم أن صندد كذا ديانا سيرفر جاكي نقلت كده. نعم. تيد ناسكن بحقيقة الرواية وشروطها، شروط الرواية كاشنة وأنواعها تشتوي وأحكامه وحال الرواة درما راوية درما سندي والشروط من شرطي وان نعم. وأصناف المرويات ششيتي المرويات تي مسمده مسند هنا أجزاء هنا جوامع هنا وأنا بيشين وما يتعلق به علاقة ظاهرة. تمام. مثلا إذا رحب وحبوا بيجي مثلا فحقيقة الرواية الشيء هي نقل ما ورد من السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو نحوهما. الجماعة اللي بيجوا نحوي مقال أو نحوهما يعني كان بيجوا أيدي حقيقة أوي. نعم. نقلت شيء خاطر السنة وبنزل سنته نوري بس في سنة يعني سنة محتمل وش حمل كسر على رسول الله بنزل وكقوتني صحابية وكقوتني تابعينا نوري. يعني رواية أو شيء أوجه رواية واستنضاف فيها بال إبتين نسبة كن بالغ عزي إليه نسب إليه. يعني جاء نقله بتحديثي يعني حدثني يا إخباري أخبرني يا هذا بنزلي فانا أو نحوه ما مثلا بيجي أنبأني يجي أخبرني إجازة قرأ عليه شيء أو برن يعني ألفاظي أو شكل روايتي برن يعني يورن إلى ديوان دمك الروايات أفه نقل موارد نقله وشروط الرواية دي وشروط وجه وشروطها. شرط الرواية هي تحمل راويها لما يرويه، قرتنا راوي تشيك روايتك بنوع من انواع التحمل جركي يكشف انواع التحمل يعني مثلا لو شو روايتك شرط الرواية ايوه جركي بالشكل كيش اشكال الرواية روايتك راوي مثلا من سماع يا قرب سماعي به او عرضي يا بعرضي به مثلا يجي عرس كي قلت يا فيا افيا او منه قلت يا فيا وانا مروياتي منن داتا اشترى عسكر إذا تدا دأويدا ده تكاريش بروايتك تجوي شو قلت تبع عرضي قلت اما كو مثلا إذا تندى ويا مرة اختلاف ده مثلا صادق بعرضه تاني بعرضه بإذن كاتبه نابه اختلاف ده. تمام. بس إجازة صوت إجازة ده بإجازتك أن تروي ما رويته ومثلا مرياتي ويش زاني يستوي هي تكاري وشخي وشاتب إجازة قلت أو نحو ذلك دبك بقراءة به تخيني أو تقو ذلك تدبيجي حدثني قراءة يعني أنت قرأت عليه ما لا هو قرأ عليك نكو أستاذ تجربتي وأفشو يعني دمك شرط الوقت جرب بوجهك أشكال بشكل أشكال تحملي به قرتن يعني ياب سماعي تجي قلت ياب قراءة تجي قلت ياب إجازة تجي قلت حشت نيحب بيجي شكل تحملي شكل أداء أيديا شكل تحملي أيديا يعني أداء شرطي وأيدينا أداء مرجي قرا بيجي تحمل كمر بقرة شكل شرطي وأيدينا وأنواعها جاء أنواع الاتصال يعني أنواع الروايات ما شو من نوعية شنو يا مثلا اتصال رواية كريه سندة متصلة فداتنا إكتيتنا يا ولغ انقطاع يجي انقطاع يجي طبيعي انقطاع معضلة كذا بري معلقة كذا بري مرسلة كذا بري تذكر من انقطاع ومنقطع كذا بري ونحو ذلك وبنزلي يعني
تمام. بنزلي تكاري مثلا وقت انقطاع حبكي تقرا مثلا او نقرا او تحقيق ابن حجر. ما فهره ما انقطاع سن مقاطعه تنبه بنزلي وكم عضلي وك معلق وك مرسلي. واحكامها القبول ورد احكام الروايه يا قبول يا رد مسافه روايتها يا مقبوله يا مردوده. يا ورد يا جاء مقبول صحيح جد كبن حسن جد كبن مردود يجا تمام الاقسام ضعيفه كبن. وحال الرواة يعني حال راوية العدالة والجرح. يعني الراوية هنا عادلة يا مجروحة حالي أوي. وقت عادل به يعني عادل به طبيعي تبو عادلتي تنج نبسه. عدالة يعني أساس تبي أوي ها. يعني تبو مثلا ضبطي. أنا مثلا في حال راوي نوتني ني كمية. يعني عدالته يعني حال راوية هم عدالته وهم ضبطاويكا شوايه çünkü انا ما سقط شيء عادل ضابطه عادل ضابط مثلا عادل بامانه ضابط به ضعيفه نوري يعني خلاصه بشكل كورتي صامني باشتر وتر حال راوي يعني عداله مع الضبط او الجرح. تمام. يا مثلا جرح اذا تكون مجروح به يعني لا عادل بيج مجروحه يا جنة ضابط بيج مجروحه. وشروطهم اذا شرط الراويات شنو هي شروط التحمل ولا اداء شروط التحمل كمل بقرا حديثي. تمام. وأداة ومرد بده كو بقرا شرطي هنا وبيجي ومرد بده شرطي هنا وبيجي ومرشين كارا مثلا أنا شرطي تحملي بلوغتي أنا شرطي بصاروا كيجي كاري حديث ايش قلت قلت بلوما مثلا بي كنت غلاما خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إن اما وقت اداي وقت في حد روايتي قلتيه كان بالغ عقل بارتق انا بالغ بس çünkü شرط اداي ده بلوغ شرطه اما شرط تحملي ده وقت بلوغ ده بيجي معناه دمكي وقت قرتيه وقت اداي ده كوبيجا از بشوك بو معناه دمك مش بلاي ده وقت بالغ باش خزاتن او مكلفه خوش zaten insana ki adile و ضابطه و نواري ويش اخي صورن تنه اما وقت بزاروكي بيجي مش ممكن مكلفه باعتبار اواي تنه اعتبار بعداوي تنه. خلاصة شرط الراوي شرط التحملي وأداين شرط الراوية يعني شرط التحملي قال شرط التحملي مثلا ما جو دبين مميز بقى يتهليه أما أي أداء قال بالغ وعقل. وأصناف المرويات أصناف المرويات هي المصنفات إيه تحقق يعني كتاب حديثنا كتاب حديثي جات شيء مصنفات نب على أساس مصنف أواكي يعني زمان ده الزمان ده قسمك يه ما الفيلم معنا قسم يا نقلتيه الفيلم يعني حديثي يجلي yazanlar يكتبوا حديثي هاتني أسكرين يعني تأليف حديثي جاء دوما جاء بيانتك من الجوامع حال بك مثلا قسمك أنا مستند هنا مصنف هنا أو هي تقسيم ورا تقسيم كده كنا قسمك أو مش مسند قطعتنا ما أنا وين إن شاء الله مثلا من الجوامع جوامع مثل جامع شيء أوكي هي جمع هي غير هي عجيبة هاشيكي هي أنا تفتت دا أوتكي لا تعريفتك يخصص طول في تعريفتك بكو هاشيك نندريفر نندريفر بري هاشيبو تمام كنا فري ندريفر هذا وايد ندريفر ده تمام أوي دابو ها نبيا الباعث الحثيث لما يدون خشب وياد ضغط الباعث الحثيث محمد أحمد شاكر آوية علوم الباعث الحديث حاشيوية لسر أوي شكلية لسر علوم الحديث ابن كثير هي ابن كثير يعني حاشيوي سر ابن كثير تحقيق كده والتحشية كده جات قسمي حاشية ده أبوانا تمام أو بيرام ده باي نبي هاي ده تمام. بس الجامع شيء والجامع بيانتك والجامع هو المصنف الذي اجتمعت فيه أقسام الحديث ذات كلمة تفهمي وقت تقول مثلا جامعة صحيحة بخاري تبيش شو ما تشوف شيء قسمية شيء أو مصنفة وقت الجمع بيتيدا أقسام حديثة يعني أي أحاد الأحقاد أي بقلي عقيدته هنا ووريه أحاس الأحكام أي حكمة هنا أحاس الرقاق أي أوقع من الكني وقع أي تصوفي تيت هنا وأحاس آداب الأكل والشرب تيت هنا وأحاس السفر يعني قانون وقارن أحاس السفر والقيام الرابون والقعود ونشتن والأحاس المتعلقة بالتفسير والتاريخ والسير إيه علاقة بتفسير بالتاريخ فنانتين هنا وأحاس الفتن إيه فتن يعني مثلا تجد صورة قيامته وهذا مصيبته كويتشيفن آخر زمان وأحات المناقب يعني مناقب هنكي ملتا يا هنكي جيا نوار يعني قنجيوان مثال بجيجا كيما جيوان كيما جيوان افقو يرقيان وقد صنف أهل الحديث بالحديث في كل قسم من هذه الأقسام الثمانية
تصانيف مفردة إجا ما جوا جامع ميزا وانا ساقط خدا ذكر تقول جامع يعني وانا تفتي دهان في حديثي ده إجا أهل علم بحديثه ها قسم كتير أقسامه حشت قسم ذات جامع حشت قسم جواتي دهانه هل كده حقيقة حشت قسم هذا هل يكيد فان قسمه زاد ورا كتاب ياسكن بس رابون أحاديث الرقاق هنك توبية هنك أحاديث الأكل آداب الأكل والشرب توبية هنك أحاديث العقائد توبية بس مفهوم همشي نوري والسنن مثلا من السنن مثلا لما يقول مصنفات حسب السنن إذا سنن شنو هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام كتابي كاتنا ترتيب كرين السرباب فقهي يعني طهارة دس بيتك كتاب الحقي طهارة حسي الحقي طهارة داتينه دشة صلاتي حقي صلاتي داتينه دشة زكاة حقي حدث حقي زكاة حقي روجي وكتابك فقه شافعي بدي بيرجع خو وري ورد بيجن سنن وغالب فانا حدثي مرفوع مصنف عين وهنا ذي انا قلت يا مصنفه تمام انا قلت يا مصنف عيني بين الكتب المرتبة على الابواب الفقهية من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام اما فرقة وان وسنن في سنن مصنف وسنن شيء سنن غالب حسي مرفوع مصنفنا ورينا حديثي او شيء موقوف ومقطوع شيء تدبر تمام فرقة وان وريد بيش والمسانيد مثلا مسند هنا مثلا جمع مسندية وهي جمع مسند والمراد بنا هنا كتاب ذكرت فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة لما يقول حديث قرأ ترتيب أصحابية حتى هل صحابي يجيك لتوكلنا بحيث يوافق حروف الهجاء قرأ حرف هجاء بدا شونه يسري أبو بكر بأي دس بيكنا أبو بكر مثلا أرتق يسري الكهبة أحمد حديث الصحابية كيف توكلنا او يوافق السوابق الاسلاميه جينكا نقول السوابق الاسلاميه يعني وقت توب كليه قلت اول من اسلم كيا ابو بكر بشتوي علي بشتوي مثلا عائشه ارت كيبه وري ربنا حتى اول حزت ابو بكر توب كنا دور مسند ابو بكر مسند علي مسند وري او يوافق شرافه جاج القرى نسبي يعني شرفتها نسبي يعني بس اي قريشيه نسبي كده مثلا بيش يجد قريشيه دا نافا بافكي واندا كيجا او البيش به جي وان نسبي اما انا غالب جيبوك ان حد يسر حروف هجائنا غالب ايه كنا وري بونش كنا سر حروف هجائي تحقيق كنا چونك ظهر حتى وقت مثلا قاضي حديث اصحابي كي مزكي نافي زامي بس كيجا حفظت تبن لمزكي والمعاجم وهي جمع معجم معاجم هنا جمع معجم معجم شيء كتاب تذكر في الاحاديث على ترتيب الشيوخ فرقه ومصادر او على ترتيب الصحابه او على ترتيب الشيوخ شيخ ياخذ اسبيتك يعني خو شيخ باعتبار تقدم وفاة الشيخ يعني الشيخ هي أول مسألة يكون أول وفاة كذي يا بس بقيت الشيخ من أما يكون أول وفاة كذا ويلدوي أو باعتبار توافق احتياجي أو جي وراه شيخ يخو وراه حرف هجائي يعني بس بيج ده الشيخ ابن دبي بس حدث في الشيخ يخو وراه يكون نافي أو بكرة جيك توبك نافي مثلا بكر تاني جيك توبك نافي مثلا تباب جيك توبك باعتبار او باعتبار توافق حروف هيك او باعتبار الفضيله يا مثلا شيخي ده فضيلة او زيادة ده ناقص كرين ده مثلا بخاري شيء يك شيخ بخاري خبيش دوي مسلمتين دوي مثلا بيجن تلميذتين دوي مثلا بيجن نسائيتنا وري او التقدم في العلم والتقوى طبعا يكتين زانين تقدم التقوى ده الويغوري ترتيبتك ولكن الغالب والترتيب على حروف الهجاء نوري ومن هذا القسم المعاجم الثلاثة الحافظ الطبراني لما أوجد ولا حرف هجاء شكلية ما يقول معجم الأوسط معجم الصغير معجم الكبير صغير أوسط كبير كبير أوسط صغير وقت مطلق بيجي أو قصدك كبير وقت اللي بقيتك قيدك نباشتك يعني أو الوراء السلاح والناشر أجزاء هنا أجزاء جمع جزء مثلا يعني مصنفات حديثة ده وأجزاء دافي جزء دافي أجزاء جواب بين أجزاء ويجمع جزء وكتاب جمعت فيه الأحاديث المروية عن رجل واحد مثلا حديث أبو بكر ثاني رابع حديث أبو بكر كتاب تتوب كده بوشة والجزء أبو بكر إيه علي أو كده توب كده أي يكشف يكني يشخو يو يجد توب كده أما الجزء كده نوري أبيا يعني يكش تعريف أجزاء هذا أساس تعريف كأجزاء جي نقول يا بين بالكذا مثلا رادبة حديث قونيكي تقدر بس حادث رفع اليدين في الصلاة توبتك صادق جوانا توبتك أبي جزء تمام نه يعني أبي مثلا فيا تاني قلت يا صد ويا دجي
فري استعمال كان أصلا كنت بين جزء غالب أو تبي مرفع نحس صحابي يعني قوني مثلا رابية قونية رفع اليدين في الصلاة يا رفع اليدين في الدعاء حسيته يجي مثلا أحاديث صلاة الظهر بيش سواء كان ذلك الرجل في طبقة صحابتي رضي الله عنه خازي أو سلام برا طبقة أي صحابي طبقة صحابية يعني حسي صحابي تاني أو من بعدهم خازي برا بشي صحابي أي تابعين به كجزء أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله مثلا جزء أحاديث أبي بكر كوكو يعني حزت أبي بكر هانتنا وأنا تاني توبتي وجزء أحاديث مالك رضي الله عنه يجي إيج مالك مثلا وش ده صحابية وقت على ذلك وقد يطلقون الجزء على كتاب جمعت فيه أحاديث حول موضع واحد يعني دمت الإسلام حسادة أذى يعني غالب شخصكي وتوبكن وجانا يطاقن جزء سر كتابك فاتت توبكن تدا حديثك الدورة قانون كده ما هو أحاديث رفع اليدين أحاديث القيامة مثلا أحاديث الأرتق حرحان كقانون نوري جماوري أما أساس أنا مثلا استعمالي ده كنت بين جزء غالب في قسمي بس وشو والمستخرجات مستخرجات هنا مثلا مستخرج مشتق من الاستخراج مصدر استخراج يعني. وأن يعمد المحدث إلى كتاب من كتب الحديث مثلا محدث ما رات كتاب الحديث كصحيح البخاري رات مثلا يعني بس قارن بين مسلم قارن بين الترمذي فيخرج أحاديثه رات بتخريج يعني سند أوانس كده سند أوانس كده بأسانيد بنستند خود بس سند يوجد ميزات كده حديثي سند وجهه نبي عن فلان عن فلان عن فلان سند أخو ليتك من غير طريق صحيح نابع عن البخاري إيبك جات كل ذات جي فيجتمع معه في شيخي مثلا شد بخاري الشيخ بخاري ذات بخاري وقالت سند يهبه يعني كتير من قرأ بجبر خوا دور كم كي أو من فيا شيخي ده والشيخ ده بكيجا أو بيجين استخراجه نيزك وقت قريب وقت أو باستخراجه قال الشيخ الإسلام ابن حجر ابن حجر عسقلاني كده حديث ذات بيجي قال ابن حجر عسقلاني شو بين حافظ أساس يجي القرون حزات حديث يجاب نكى بيجي حافظ هو حافظ أو هو كنا جو فقيه أو حيتمية خوي تحفة شافية سوى شرح ابن هاجي أو بيشتوي أو دقوز يوز يتمش ديوانا ده وفاتوي نزي بينيه فيها سكيزو عليك وانا حاجة وشرطه شرط أوي شرط مثلا أوي استخراجي مستخرجاتنا يا أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سرا الوصول إلى الأقرب مثلا كشيخ يدا قلبه بكيشي قال دودا بكيشي قال نشأ دني قلبه بكيشي شيخ يدا كان أما شيخ يدا قال نشأ إيسيا نوري إلا لعذرين أنا شايف مثلا معذرتك هبه شوا من علوين مثلا تمام شيخ دا كارب جي اما وقت سنه داوود شيخ دايش هي سنه داوود شيخ daha عالي به يعني زلام daha عندك بن وشيخ معذرته كارت شيخ دا نيك شيخ دا او زيات بياجي تمام يعني شيخ دا كارب جي دوي متني دا زيادتونه متك شيخ دا كارب جي دوي دا زياده önemli هي وشيخ كارت شيخ ومن ذلك مستخرجاه كتاب المستخرج على صحيح البخاري الاسماعيلي ده مشهوره المستخرج على صحيح البخاري للإسماعيلي والبرقاني هي أوج مشهورة والمستخرج على صحيح مسلم لأبو عوانة الأسفرايني وغير ذلك هنا يعني برا شو وقتنا رابونا مثلا فايدة فيها شيء يعني ماذا حديث بخاري نفس سنة ذاك بخاري أن يتنهى ماذا بسنة دنيا جنا يعني سنة كي دنيا جرا أو تكي جرا ذكرتكي فهمت بقى والمستدركات هكذا مقدمة ها عندك مثلا مستدرك شنو والمستدرك هو كتاب استدرك فيه على ما فات من كتاب آخر إجا أفيا نوكا مستخرج عندي سواء مستخرجي ترى بكتاب كده جديد بس لو حاكم كشكرتيه بخاري قلتيه مسلم قلتيه اشتراكه يسوي مستدركه يسوي صحيحين هاي حاكم نسابوري مشهورة مثلا نوان مزكرية رابية مثلا بخاري شو رواية كريه فان حديثة مثلا مزكرية زلام بخاري د سنة دا فانا نه سلام مسلم فانا نه و حدیث کی نیست عین هي اوج بفان زلامه و بخاری دکی هندره بخاری مسلم دکی هندره مسلمي او ربا وانا توبتك يعني قلت من زيده يا سروانه يعني وقت كيما يوم تمام كريه ايش اساس
حقي وقتنا شي وانا نقول نعمي تمامي حسي صحيح رواية حطت بيجي ولا فيها كيما يواني يا إيه كنت قرا شرطي ما يعني قسمة كيك أم كارم قرا شرطي خو شرطي ما أبد رجالي ما قال قلت رجال شرطي وانا رجالي وانا مسألة شرطي ولا شنكي تغطي خبردان يعني بس شرطي بخاري مسلم بخو بيان نكليه على ما قلت يعني هذا شرطي وانا رجالي رجالي وانا مثلا حاكم جي قلت فياجي قرا شرطي وانا قرا رجالي وانا سنة او رجالي يكون هن فاد فيجي فيادا جنة ونقص كتاب اخر وكا كيما يكسروان تمام كده هو كتاب الأسود في ما فات من كتاب آخر كل هي فوتيه على شركتي شرشرتي يعني أوريد بيجي وبيا شرشرتي ونقلتيه كمستدرك حاكم أبي عبد الله النيسابوري على صحيحين سيد البخاري ومسلم طيب جاوك مجوع صفيات بيجي مثلا حق حاكمتنا الوان بيجي اشتراك يعني وقف كيما يوم تمام كده كاره بيجي تمام يعني حديث الجورا شرطي وان مش إثبات كده شو وانا التزامك ولا لكن يكون تمام حسي صحيح توبتك وحتى مثلا قلتنا أساس حاكم دوان نحقسزه شوال وان حقسزه قلت تمام دبيجه مثلا اف رجالي في سنه دا سيرفي حسي هي دبيجه وان بخاري مسلم ده اما فيا لفوتيه مثلا بخاري دبي فيزا مختش فيزا من روايات الاسلامي منه او دبيجه تمام واسلامي هندري بخاري اما نج اسلامي يوري قالك هذا وشايف نسر ورا شرطي وانا تمام رجالي وانا اما رجالي وانا دا جيوان قواطي مثلا ورجالي وقت اجبي رجالي بين وان هنا بشكل شيء احتراز كل الحال والأطراف هنا أطراف شنو كتب يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع جمع أسانيده ميزة يعني كتابك تدا تكن كرين لسر ذكر حديثي بذات السر يعني سر طرف حديثي سر حديثي ذكره ودوما يناقل مع جمع وأسناد مثلا دبي إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل دوانا صادق إنما الأعمال بالنيات دقيقة أفيد كل ده هي مثلا في البخاري في مسلم في إسناد يتفتح إما على سبيل الاستيعابيات تقى إسنادها من تفاوت استيعاب عامك أو على جهة تقييد بكتب غازي داج بأطراف صحيحين وزان صادجة أطراف كتب بخاري حديث البخاري مسلم وأطراف كتب خمسة وش خيني ابن ماجه تبو سنن دني البخاري مسلم سنن دني وهو كتب ستة ابن ماجه هو كتب تسعة موطأ إمام مالك داخل تكن مستدى إمام أحمد داخل تكن ويكاد داخل فهمت كن في كتب تسعة بلكي أو به ابن حبان أي صحيح ابن حبان يجي خزيمة به بلكي ورد فهمت كن كأطراف الصحيحين مثلا أطراف الكتب الخمسة وكتب كتب الخمسة خير من ماجه يعني بخاري مسلم نسائي ترمذي ابو داود خيلي ابن ماجه وقت قلت الستة ابن ماجه اشتغل داخل ابن ماجه دبين جورا فانا بشكي كيمه ديراوي إذا انظر مقدمة تحفة الأحوذي مقدمة والرسالة المستطرفة والتدين ما هل سياج مقدمة تحفة الأحوذي في هي في شرح صحيح الترمذي تحفة الأحوذي مبارك كافورية مبارك فوري مبارك فوري كهندية شرح وسر الترمذي هي مقدمة وخش قاص كده في هي عارضة الأحوذي هي شرح الترمذي ومقدمة تحفة الأحوذي هي عارضة الأحوذي أي عربية ابن عربي ابن العربي يعني ابن العربي قاضي يعني محدث لا صوفي أو شيء من ابن عربي بين فرونت فيجن في ابن العربي في عارضة الأحوذي عارضة الأحوذي فيها قوة ترى فيها بشتي چونکی او قوتلیه ابن عربی محدث او جي اندلسية تقريبا ده او جي علي اندلسية علي غادي جاي كان شيء بملك هندية له فاصلة ويا اندلسية ابن عربي او عارضة الاحوذي هي او تحفة الاحوذي مبارك فورية عارضة الاحوذي ابن العربية فهمت كان اجا في مقدمات تحفة الاحوذي ده فيها جوج قلت لها فان تشيبو ورسالة مستطرفة هي او جوان تشتاق حتى جمع هي وياجي تدريجي سريدة مقدمة واحدة فانتا تكتشف ومن أراد استقصاء أنواع المصنفات الحديثية فليرجع إلى رسالة المستطرفة ومقدمة تحفة الحوازي دريج واضح فهمت كيف؟ قد تمام وموضوع هذا العلم شنو وري الراوي والمروي لما كنت ما قوي تعرف كنا قلتنا يعني علم حديث ديالات شيء قلت معرفة الراوي والمروي من حيث القبول والطبي موضوع علمي قوي
روايتان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفر راوي مروي من حيث القبول شو بعض بغلط يا بيبارة، من حيث القبول والرد. يعني حسب بس راوي مقبولة مردودة، مروي يعني حديث مقبولة مردودة. فائدة ويتشا معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث. شيء بقبول كان بيرد كلش حديثا. سري ألفيا سوتي دبي أول جام دبي شيء علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى به أحوال متن أو سند. مروي مروي أوي أحوال متن أو سند، متن مروية سند راوية. فذلك الموضوع من هدية يعني راوي مروي موضوع علم الحديث، موضوع يقويا. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. معرفة ما يقبل وما مقصود فائدوية. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. دونك عن طريق والسند المروي عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي. إيه أوكي. لا سوف فائدتها معرفة ما يقبل ولا يقول. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.